اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى اخوات في الدنيا كلها، ربنا يجبر بخاطركم وييسر لكم. تعالوا نقول مع بعض دعاء الرزق. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي بعيد فقربه، وإن كان رزقي قريب فيسره، وإن كان رزقي يسير فأكسره، وإن كان رزقي كثير فبارك لي اللهم فيه يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. رحت السوق وجبت الملوخية ووريتها لكم في مشتريات الأسبوع. طبعا أنا ما عملتهاش في نفس اليوم، لكن تاني يوم على طول قلت بقى إيه، ما بديهاش عشان ما تبص مني. طبعا أنا بخزن الملوخية يعني طول الشتاء، بعمل من الملوخية الخضراء. بصراحة أنا ما بحبش الملوخية الناشفة ولا بدخلها عندي، ولا أنا ولا ولادي صيف شتاء بناكل ملوخية خضراء. بنخزن الملوخية ازاي؟ طبعا كل ما بروح السوق والملوخية موجودة اجيب مثلا 3 كيلو 4 كيلو على حسب المتاح معايا، وبقدر ان انا اجيبهم وافرزهم، بيديني كمية ممتازة على اخر الموسم. كمان اليومين دول الملوخية ما شاء الله جميلة جدا وهجمة ومالية السوق. تعالوا نتكلم مع بعض عن الملوخية التخزين وازاي اختار الملوخية اللي انا هخزنها. طبعا الملوخية اللي انا جايباها دي ورقتها رقيقة، دي ما بتتخزنش. الملوخية اللي ورقتها بتتخزن اللي ورقتها عريضة، لأن الملوخية بترمي كمية كتير، وما شاء الله في التخريط بتكون العرق بتاعها كمان قوي. الملوخية اللي ورقها رقيق دي ما بترميش كتير بعد ما بنخرطها. طبعا أنا لما كنت في السوق لقيت الملوخية دي حلوة ونوعها حلو، فقلت أجيبها إيه، أعمل منها اليوم ولو شلت كيسين ولا حاجة للتخزين. طبعا أنا بخزن باستمرار، أنا مخزنة كمية يعني كويسة ما شاء الله في الفريزر. طبعا بستخدمها وقت ما بحتاجها على طول بطلعها، بتكون معايا كمان سهلة، بقدر اطلعها في اي وقت وبعملها من غير اي تعب ومن غير اي مجهود. يعني لو انا هخزن 10 كيلو من الملوخية الخضرة دي، ممكن اجيبهم على مثلا 3 4 مرات من السوق، وبخزنهم وبحطهم في اكياس تلاجة، بحط مثلا على قد الطبخة، وبكده بقدر ان انا اطلعها لو في اي وقت يعني بكون محتاجاها. حتى لو دخل عليا ضيف فجأة بطلع الكيس وبعمله، ما بياخدش مني ثواني. بصراحة ممتازة جدا وبتكون خضرة لآخر كيس، وطعمها بيكون أكني لسه جايباها من السوق. تابعوني ان شاء الله اكيد هتستفادوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك جميل منكم، وكمان اكتبوا لي كومنت بالصلاة على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في حياتنا وفي كل حاجة بنعملها، ويبارك لنا في ولادنا. اللهم امين يا رب العالمين. وهنا انا كنت قطفت كمية الملوخية، هاخدها كده بقى وادخل على الحوض عشان اغسلها. طبعا بغسلها مرة واتنين وبرمي المية لحد ما المية بتكون عليها نظيفة، وما يكونش عليها اي طينة، لان طبعا الملوخية من الحاجات الورقيات اللي بتكون مثلا في الارض، وساعات بتيجي عليها طينة بتبقى داخل الورقة بتاعت الملوخية، فطبعا ممكن ما ناخدش بالنا. طبعا بغسلها مرة واتنين وتلاتة زي ما انتم شايفين لحد ما المية تبقى زي الفل. طبعا انا بصراحة بحب طريقتي اللي هي الطريقة الاصلية للملوخية. يعني طبعا انا ولا بحب الكبة ولا بحب الخلاط، لا يعني كل حاجة ولها، هي ممكن تكون سهلة لكن مش بتدينا نفس الطعم ونفس النتيجة. بصراحة انا جربت كل الطرق لكن رجعت للطريقة الاصلية بتاعتي، وهي طبعا طريقة المخرطة. كلنا عارفين ان مفيش احلى من طريقة المخرطة. في ناس بتستصعبها لكن بصراحة هي الطريقة دي الاصلية اللي بنشم فيها ريحة الخير وريحة الملوخية بتاعت زمان، اللي لما نطش الملوخية كده ريحتها تقلب البيت والشارع كله. لكن الكبة او الخلاط بصراحة بيخلوا الملوخية ملهاش، هي بتبقى لها عرق قوي لكن ما بيبقاش لها طعم. كده غسلتها وجبت حتة بيضة كده انا عاملاها للملوخية، فردتها على الصينية الكبيرة وفردت عليها الملوخية زي ما انتم شايفين. ما بشغلش عليها المروحة. كمان انا ما بعرضهاش للشمس، انا عاوزاها تكون خضرة، ودوت السر اللي بيخلي الملوخية معايا خضرة لاخر كيس في الفريزر، بتطلع بنفس الخضار واللون الجميل دوت واكني لسه جايباها من السوق. والكل ما بيصدقش ان انا مفرزاها في البيت بصراحة، لان انا ما بعرضهاش ولا للشمس ولا للمروحه، انا بفردها على الحته كده
وببدأ ألم كمان الحتة عليها بغطيها. أنا كل الهدف منها اللي أنشف بس المية اللي عليها. طبعا أنا كنت عاملاها بالليل متأخر، تاني يوم الصبح أول ما قمت كده على طول قمت جايباها. الملوخية بتاعتي استنشفت من المية وهي لسه خضرة والورقة حية زي ما انتم شايفين. هبدأ على طول أخرطها كده. ما شاء الله ممتازة جدا، بلمها والمخرطة معايا شغالة، ما بتاخدش مني وقت ولا خدت مني أي مجهود بصراحة. ريحتها وطعمها هو ده الشغل يعني العالي بصراحة. لكن الخلاط أو الكبة لأ، بتخلي الملوخية فيها عرق قوي لكن ملهاش طعم. يعني ولا تقولوا بقى ملوخية فلان ولا ملوخية علان، مفيش أحسن من ملوخية المخرطة. بصراحة جميلة جدا ويعني ممتازة. طبعا في طرق كتير كتير جدا لتخزين الملوخية، لكن هي دي طريقتي اللي أنا معتمداها، ومهما أجرب أي طريقة برجع لها تاني. هبدأ أخرط كل الكمية طبعا علشان مش عاوزة أطول عليكم الفيديو. وهقول لكم على السر اللي بحفظ بيه الملوخية وبتفضل معايا خضرة ولونها جميل وكأنني لسه جايباها من السوق طازة. بصراحة بتكون طعمها تحفة جدا. وهنا خلاص كنت خلاص خرجت كل الملوخية وجبت شوية شوربة كده، كان عندي شوربة، وقمت جاية نازلة بكل الكمية. طبعا القوام تقيل. أنا دلوقتي هبدأ آخد الأكياس اللي أنا هعبيها وهحط دلوقتي في الوقت دوت حطيت نص معلقة صغيرة من السكر، ودوت اللي بيحفظ لي الملوخية مدة حافظة بس، وهو ده اللي بيحافظ على اللون الأخضر بتاعها. هو ده اللي أنا بحطه في الملوخية، نص معلقة سكر. ما بحطش كربونات وما بحطش أي حاجة، هو نص معلقة سكر. وكمان بيخلي طعمها مسكر ومعسلة وجميل. أنا طبعا شلت منها اللي أنا هبدأ أشيلها أفرزها، وعملت كده طبق جنب الأكل. إحنا بنحب الملوخية بنغمسها جنب أي نوع أكل أنا عاملاه، بيكون لها طعم كده مميز. جبت حتة سمنة كده وكام فص توم، وهبدأ على طول أقللها. وطبعا بألف هنا وشفا لكل اللي كان منها. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا منه. بصراحة هي دي طريقتي في تخزين الملوخية، وعمري ما أغير الطريقة دي، طريقتي بتاعت زمان. ومهما أعرف أستخدم أي طريقة تانية لا، برجع لنفس الطريقة. هو ده الملوخية اللي احنا اتعودنا وتربينا عليها. طعمها ممتاز وكمان بيكون ريحتها قوية جدا جدا وبتقلب الدنيا. لكن ما تستسهليش بقى وتحط في الخلاط، طبعا عمر ما يديك نفس الريحة ونفس الطعم. ممكن يكون نفس القوام لكن بتكون أكيد طعمها مش نفس طعم ملوخية المخرطة. طبعا الحاجات دي أساسية معانا. وهنا كده كنت عملت الطشة بتاعت الملوخية. أنا عايزة أقول لكم إن ريحتها كانت قلبة البيت كله، وطعمها سكر حاجة كده عسل فاخر من الآخر. شوية ملوخية بقى كده هما لوحدهم، عاوزين بس شوية ليمون معصفر وشوية فلفل شطة كده قرنقوط مخللة، شوية عيش مفقع وكفاية قوي، ومش عاوزة أي حاجة تاني جنبهم. طبعا بألف هنا وشفا لكل اللي كان منهم.